العربي في انتظار بداية المباراة. انطلقت المواجهة إلى الفيلسوف الصغير من أصبح كبير، أحمد الفريدي في كرة لأسامة هوساوي، ملعوبة طويلة إلى الأمام، التغطية موجودة، ثم التمريرة من أحمد الفريدي على الجهة اليسار لصافرة لمخالفة لضربة حرة مباشرة موجودة في وسط الملعب. أحمد الفريدي واقع على أرضية الملعب في أول ثواني المباراة. الصافرة جاءت لمصلحة الهلال والوقوع جاء عند الفريدي بعد المخالفة من أحمد عباس العائد للتو مرة ثانية لتمثيل فريق النصر بعد الغياب في المباراة الماضية بسبب الإصابة بالإنفلونزا اللي غيبت عن مباراة النصر أمام نجران. النصر نعم في هذا الموسم ليس بالطريق الصحيح، ولكن بالجولتين الماضيتين النصر بدأ يسير في الطريق الصحيح، بدأ يسير في الطريق الصحيح حينما أولا تعادل مع الشباب في هذا الملعب بهدفين لهدفين، وهذا التعادل كان مستبعد قبل بداية المباراة من جمهور النصر، لكن تحقق التعادل من النصر أمام الشباب من أمام الفريق الذي ينافس الاتفاق على مرتبة الصدارة، في حين بعد ذلك جاء الانتصار على نجران. هو انتصار ليس بطموح النصراويين، ولكن لا شك أنه انتصار معنوي على أقل تقدير بالنسبة للجمهور النصراوي. نقف الآن عند الكرة الثابتة، عند الضربة الحرة المباشرة، والصورة تتوقف على كوستاس وتتوقف على أفكاره، في حين اللقطة الآن تتوقف عند عادل هرماش، فالكل ينظر إلى عادل والكرة التي تقف أمامه بسنتيمترات. عادل هرماش يلعب كرة طويلة إلى يوسف العربي، العربي ضيع وأهدر الفرصة الماضية، راحت الكرة إلى الجهة اليسار إلى الصافرة، ضربة حرة مباشرة لمصلحة النصر إلى الجهة اليمين. كرة ثابتة نصراوية على الجهة اليمنى. الكرة الثابتة إعادة بالبطيء مرة ثانية. أحمد عباس بعدما كان متسبب في المخالفة اللي قبل لحظات من الآن هو من يكسب الضربة الحرة المباشرة لفريق النصر. ملعوب الكرة إلى الأمام إلى وسط الملعب، ماجد المرشدي تدخل بالراس، ترجع مرة ثانية الكرة إلى بينو تحرك، بينو حاول في الكرة الماضية، خسر اللقطة، راحت لمصلحة الهلال، انطلاقة هلالية في وسط الملعب إلى محمد الشلوب، خطفها حسين عبد الغني لاعب الخبرة في الفريق النصراوي، إلى الكرة الآن عند بينو على الجهة اليمين، بينو تسديدة مرة ثانية إلى خالد شراحيلي، من يعوض غياب حسن عتيبي الغائب للإصابة. الكرة كانت من بينو الملقب براجمة الصواريخ في تركيا فترة وجوده إلى جانب جالاتا سراي. كرة اللعب إلى الجهة اليمين عند يوب يونغ سو يخسر الكرة، مرت إلى اليسار عند حسين عبد الغني وتمرير إلى مارسير وبحث عن زميل في وسط الملعب. الكرة مقطوعة لمصلحة الهلال إلى يوب يونغ سو يلعب كرة طويلة، عمر هوساوي بثقة بنفسه يطلع الكرات الماضية إلى خارج أرض الملعب. هوساوي بعد أول مباراة خاض مع النصر أطلق أول تصريحاته، انتظروني، واليوم يحقق وعوده، أبعد الكرة إلى خارج أرض الملعب بثقة المتناهية بنفسه إلى ضربة زاوية الآن لصالح الهلال عند محمد الشلهوب يلعب كرة الزاوية إلى داخل منطقة الجزاء، إلى تغطية موجودة، حسين عبد الغني يتدخل ياخذ الكرة، حسين عبد الغني مرور موجود، بعد ذلك الكرة مقطوعة لمصلحة الهلال إلى محمد الشلهوب ياخذ الكرة على الجهة اليمين، تمريرة موصل الكرة لمصلحة النصر الآن في كرة مرتدة، النصر ينطلق عند عبد العزيز فلاتة إلى أحمد عباس انطلق للأمام إلى صافرة، مخالفة ضربة حرة مباشرة وبطاقة صفراء على ماجد المرشدي. الكل مستفز، الكل يتوقف عند كل كورة، عند كل لحظة، عند كل همسة تحدث في أرضية الميدان. المدرجات تتحرك حتى من البداية، حتى من اللحظات الأولى. فلا تلعب كرة طويلة وصلت إلى خالد شراحيلي، وصلت عند خالد شراحيلي يلعب كرة إلى الأمام، يحيى عنتر يصلح كرة وصلت إلى ماجد المرشدي إلى يونغ سو إلى محمد الشلهوب بخبرته يكسب الكرة، يعدي بمارسير، ما زالت الكرة معه، عد من الثاني، يتقدم للأمام، يبحث عن زميل، يمرر الكرة على طول في وسط الملعب إلى عادل هرماش ودى الكرة إلى الجهة اليسار. الكرة جاءت من الجنرال عادل هرماش، ترجع الكرة مرة ثانية، هرماش في تسديدة مقطوعة وصلت إلى خوان مارسير يلعب كرة طويلة إلى وسط الملعب، تحضير من ريان بلال، من البلبل بلال إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية على الجهة اليسار لمصلحة النصر عند عدنان فلاتة.
عدنان فلاتة لعب كرة مقطوعة إلى خارج أرض الملعب مرة ثانية. رمية جانبية ملعوبة، الرمية الجانبية إلى خارج أرض الملعب مرة ثانية، لكن هذه المرة في مصلحة الهلال. عدنان تعال عدنان تكلم مع عمر تعال. الرمية الجانبية ملعوبة، عادل إرماش يلعب كرة إلى وسط الملعب. يو بيونغ سو، يوسف العربي، تحضير لمصلحة النصر إلى عبد العزيز فلاتة عند إحسان عبد الغني إلى محمد الشلهوب. شلهوب في محاولة مرور، مقطوع الكرة لإحسان عبد الغني، صافرة مخالفة. صافرات خليل جلال كثيرة، وربما يكون مطلوب هذا الأمر في بداية المباراة أعتقد، لكن لا أجزم بذلك. أن رجال القانون يريدون السيطرة والكنترول على المباراة من أول لحظاتها، من أول دقائقها. لذلك الآن ضربة حرة مباشرة موجودة، المخالفة على الجهة اليسرى. مارسيل يلعب المخالفة والكرة ترجع له مرة ثانية في وسط الملعب إلى مارسيل اللي يبحث عن زميل، ثم يلعب كرة طويلة إلى الأمام بحثا عن عباس. وجد فلاتة موجود، فلاتة لعب كرة بالكعب، وصلت لماجد المرشدي. المرشدي ابعد من أسامة هوساوي، ثم هرماش ودى الكرة إلى عبد الله الزوري على الجهة اليسار. انطلاقة من الزوري، ياخذ كرة على الجهة اليسرى، يرجع فيها بتمريرة إلى ماجد المرشدي لعادل هرماش يلعب كرة طويلة إلى الأمام، لكن كرة هرماش وصلت على طول إلى حارس مرمى النصر إلى خالد راضي مع كرة، ياخذ الكرة ريان بلال يطلبها في خط الهجوم. ريان بلال موجود في خط المقدمة، حاول في كرة مواصلة إلى عبد الله الزوري، ثم الزوري براسية إلى محمد الشلهوب وتمريرة وصلت على الجهة اليمين عند محمد نامي تقدم بكرة ملعوبة طويلة إلى الأمام على طول، واصلة إلى خالد راضي يلعب كرة إلى الجهة اليمين إلى محاولة عند خوان مارسيل في كرة مقطوعة إلى يو بيونغ سو محاولة مرور، وصول داخل منطقة الجزاء، وكرة مقطوعة للنصر إلى تقدم موجود في وسط الملعب على دائرة الوسط، ملعوب إلى الجهة اليسار إلى ريان بلال أعد ريان الكرة ممررة واصلة أمام ال 18، مقطوعة أخيرا من دفاع الهلال محمد الشلهوب لعادل هرماش. مباراة إيقاعاتها سريعة. عبد العزيز الدوسري إلى يو بيونغ سو، وعمر هوساوي تدخل، ارتدت في يو بيونغ سو إلى خالد راضي اللي يتابع الكرة، يحصل على الكرة خالد راضي. في هجوم الهلال تقريبا وحيدا موجود يوسف العربي. يو بيونغ سو من خلفه يدعمه، إضافة إلى أحمد الفريدي اللي يحصل على الكرة الآن. أحمد الفريدي أخذ كرة بتمريرة إلى الجهة اليسار إلى عبد الله الزوري في تمريرة ممتازة وصلت على الجهة اليسرى عند عبد العزيز الدوسري محاولة مرور، صراع مع خالد الغامدي. الدوسري ما زالت مع الكرة، المرور موجود من الدوسري والمحاولة إلى عرضية داخل منطقة الجزاء بعد استعراض ممتاز من الدوسري. وصلت الكرة عند أحمد الفريدي في تمريرة إلى الخلف إلى أسامة هوساوي قائد الدفاع في الهلال عند محمد نامي إلى الأمام. تمريرة وصلت إلى يوسف العربي، مقطوعة من العربي لصافرة، ضربة حرة مباشرة إلى مخالفة خطيرة على مرمى النصر، كرة ثابتة خطيرة على مرمى النصر. النصراويين الآن يتخوفون في هذه اللحظات من كرة ثابتة تأتي في وقت مبكر مع الدقيقة رقم 8 من شوط المباراة الأول. بهذه الوضعية الكرة في غاية الخطر الآن على مرمى النصر. ضربة حرة مباشرة عند محمد الشلهوب، عند يو بيونغ سو المعروف في الكرات الثابتة. يو بيونغ سو المخالفة، الانتظار الآن من الجميع للكرة الثابتة للضربة الحرة المباشرة. يو بيونغ سو من عرف أنه هداف في دوري المدارس بكوريا الجنوبية، بعد ذلك في دوري المحترفين في كوريا الجنوبية، يعني هو فطرة الهداف، لكنه حضر للسعودية ولم تحضر فطرة التهديفية إلا في بعض اللقاءات، أو أقول لقاء وحيد في مواجهة الهلال أمام الأهلي رسميا في مسابقة الدوري. ضربة حرة مباشرة إذن عادل هرماش محمد الشلهوب، خلاص تحدد الأمر. الشلهوب يلعب كرة جول، الزعيم المتنفذ في لقاءات الهلال أمام النصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد يؤكد أنه متنفذ
الشلوب. الله 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 الله، شوف الكرة مرة ثانية. يا والله صعبة هذه الكرات، صعبة يا خالد. من البداية ارمي بالمنديل، هذه الكرة جول من البداية، ارمي بالمنديل استريح. الكرة صعبة من الشلهوب، سجل فيها الهدف الأول في المباراة. إلى الآن كرة للنصر، عبد الغني ممكن جول. أوه فاتته هذه، مدفوت، وهذه مدفوت. ومدفوت من مين؟ من حسين عبد الغني. مدفوت من مين؟ من حسين عبد الغني. الكرة فاتت على حسين عبد الغني، واحدة من أهم فرص النصر في العشر دقائق الأولى، بل أنها أهم فرص النصر على الإطلاق في المباراة، لأن بعد جول الشلهوب مباشرة ضربة حرة مباشرة موجودة في وسط الملعب، ضربة حرة مباشرة في دائرة الوسط. المخالفة لمصلحة الهلال. الهلال من يتسيد الأمور الآن معنويا بعد الهدف الأول. بعد الهدف الأول الهلال يتسيد الأمور معنويا بعد هدف محمد الشلهوب اللي يجي مع الدقيقة 10 من زمن شوط المباراة الأول. عادل هرماش عند الكرة الثابتة، يوب يونغ سو يترك الكرة لهرماش. هرماش المتعاون مع الشلهوب في الكرة الثابتة الماضية. ضربة حرة مباشرة. الشلهوب سجل الهدف الأول، وهرماش الآن يحاول صناعة هدف، لكن الكرة مقطوعة وصلت لصالح النصر. النصر لا يستسلم، إن رمى خالد راضي بالمنديل في الهدف الأول، النصر لا يرمي بالمنديل، ينتظر فرصته، ينتظر هدفه، ينتظر عودته. الكرة في وسط الملعب إلى صافرة لمخالفة، ضربة حرة مباشرة الآن لمصلحة النصر وسط الميدان. ملعوب الكرة على طول إلى اليسار إلى حسين عبد الغني. عبد الغني ياخذ الكرة، عبد الغني تقدم، عد حسين يبحث عن زميل، مرر الكرة إلى الجهة اليسار إلى عدنان فلاتة لصافرة. مخالفة موجودة، هي اوفسايد، ضربة حرة غير مباشرة. الكرة الماضية اوفسايد، ضربة حرة غير مباشرة في التدخل من عدنان فلاتة بالكرة الأخيرة، إذا اوفسايد على النصر. اللقطة عند أسامة هوساوي. هوساوي الذي تشير الأحاديث غالبا وغالب الظن أنه سوف يتجه إلى فرنسا. غالب الظن سوف يتجه إلى فرنسا، لأنه حتى الآن لم يمضي قدما في المفاوضات مع الهلال. لم تتقدم مسألة مفاوضاته إلى جانب الهلال. كرة ملعوبة لأحمد الفريدي، كنترول، لكن المميز، لكن البارع، لكن مدافع السعودية القادم عمر هوساوي يرفض أن يلدغ النصر من مرمى مرتين في شوط المباراة الأول. إذن مخالفة موجودة لمصلحة النصر، وتحديدا كانت لعمر هوساوي. ملعوبة المخالفة من خالد راضي إلى الأمام. خالد راضي وضع كرة للأمام مقطوعة، باكورد ممتاز من عدنان فلاتة. عدنان فلاتة يكفي أنه يعني حضر في سنوات رائعة جدا إلى جانب الاتحاد، وخصوصا في كأس العالم للأندية. من خاض مباريات العالمية مع الاتحاد وجاء إلى جانب الفريق العالمي. هذه كرة ملعوبة إلى بينو عدى، راجمة الصواريخ، يصوب الكرة الماضية، لكن رادار الهلال خالد شراحيلي يترصد لراجمة الصواريخ. الكرة ملعوبة إلى الأمام، إلى راسية لخارج أرض الملعب، لضربة زاوية مرة ثانية لمصلحة النصر، في صالح النصر. الأصفر الآن يتقدم، يضغط بحثا عن تعادله. تقريبا ربع ساعة في زمن شوط المباراة الأول، و5 دقائق على هدف الهلال، وكرة راسية مقطوعة وصلت إلى الجهة اليسار إلى أحمد الفريدي. الفريدي يصلح كرة إلى يوسف العربي. العربي يخسر الكرة الماضية لخالد الغامدي. الغامدي مرر الكرة إلى الجهة اليمين لبينو. بينو تقدم، لعب كرة عرضية، أسامة هوساوي يبعدها على طول إلى عادل هرماش. هرماش محاولة مرور، هرماش مرر الكرة إلى الجهة اليسار. الزوري لعب كرة إلى يوسف العربي. العربي تقدم، انطلق الأمام. يوسف العربي وصل محاذاة منطقة جزاء النصر. العربي في كرة عرضية وصلت إلى خارج أرض الملعب لركلة ركنية لمصلحة الهلال.
إلى ركلة ركنية لمصلحة الهلال. ضربة الزاوية الهلالية القادمة عند أحمد الفريدي. تحرك من ماجد المرشدي وأسامة هوساوي لكسب الطول الفارع اللي يتمتع فيه الاثنين. أيضا تعاملهم الجيد مع الكرات الهوائية، يتقدمون للاستفادة من الركلة الركنية القادمة للهلال والموجودة عند أحمد الفريدي. أحمد الفريدي خلف الركلة الركنية، تحرك هلالي داخل منطقة الجزاء والكرة ملعوبة على رأسية يوب يونغ سو مقطوعة. الشلهوب في تسديدة مقطوعة، كرة الشلهوب لأحمد عباس، ثم عودة مرة ثانية من عبد العزيز الدوسري مع على طول يتابع مارسير طلع الكرة إلى صالح الهلال إلى رمية جانبية على الجهة اليسار لمصلحة الهلال. رمية جانبية إلى اليسار عند عبد الله الزوري عند الرمية الجانبية. إذن يتحرك للتنفيذ، الكل يتابع وينتظر الموقف في شوط المباراة الأول الذي يبقى لمصلحة الهلال بتقدم بهدف دون مقابل. وعادل هرماش في استدارة موجودة الآن إلى أحمد الفريدي، وكرة الفريدي مقطوعة نصراوية ملعوبة عند مارسير وتمرير إلى الجهة اليسار إلى عبد الله الزوري. الهلال يضغط على النصر في منتصف ملعبه، الكرة إلى أحمد الفريدي ملعوبة ساقطة ليوسف العربي. خالد راضي تدخل في الوقت السليم، لعب كرة طويلة للنصر إلى ريان بلال يحصل على الكرة. ريان بلال تمريرة ممتازة على طول إلى عبد العزيز فلاتة على طول إلى أحمد عباس بالجهة اليمين. أحمد عباس أخذ الكرة ثم تدخل من عادل هرماش، وهرماش يخسر الكرة من جديد لصالح النصر إلى بينو عدى الله. لكن الهلاليين قد يشكرون الله أنه خالد شراحيلي جاء لهذه المباراة ليتصدى لكرتين لبينو وتسديد محاولة مقطوعة. الكرة وصلت على الجهة اليمنى لمصلحة النصر، المحاولة واصلة إلى منطقة الجزاء مقطوعة، ترجع مرة ثانية إلى ساقطة عند خالد شراحيلي. أحلى مباراة لبينو على الإطلاق، أجمل مباراة لبينو على الإطلاق، أفضل عطاء لبينو على الإطلاق. عدى من الاثنين وسلم عليهم، لكن خالد شراحيلي يتصدى للكرة الماضية. المحاولة عند أحمد الفريدي ملعوبة ساقطة مقطوعة، وصلت إلى يوب يونغ سو في كرة ملعوبة بعرض الملعب مقطوعة، وصلت لمصلحة النصر الآن إلى محاولة عند بينو أفضل مردود من جانب النصر حتى الآن. بينو صافرة مخالفة من خليل جلال، إعادة الكرة لمكانها الصحيح. لاعب من النصر وقع على أرضية الملعب. هذه أول مباراة يقودها خليل جلال للفريقين في منافسات الدوري، في حين سبق وأنقذ لقاءين للديربي في مسابقة كاس فيصل حيث فاز الهلال 2-1، وفي كاس خادم الحرمين الشريفين فاز الهلال 5-3، وفي المباراتين أشهر بطاقتين حمراوين لعبد العزيز الدوسري وأحمد الفريدي. كرة إلى خالد الغامدي. بينو ياخذ كرة على الجهة اليمنى مقطوعة من عبد العزيز الدوسري، وصلت إلى رمية جانبية لصالح النصر. الرمية الجانبية ملعوبة والكرة في صالح الهلال على الجهة اليسرى لعبد الله الزوري إلى بينو ملعوبة عرضية ممتازة، إبعاد على طول من محمد لامي. وصلت الكرة إلى خارج أرض الملعب لرمية جانبية. الرمية الجانبية ملعوبة لصالح النصر في وسط الملعب. عمر هوساوي. الهلال وجمهوره حتى الدقيقة 18 في شوط المباراة الأول مرتاحين، لأن الهلال يتقدم والاتفاق في الجانب الآخر يتأخر، ولكن فلاتة ما تأخر، لكن الكرة مرت بعيدة إلى خارج أرض الملعب إلى ضربة مرمى لخالد شراحيلي. النتائج الملعوبة في الثلث ساعة الأولى من شوط المباراة الأول في هذه المواجهة وفي مباراة الرائد أمام الاتفاق تسير لمصلحة الهلال. حتى هذه اللحظة يعني الهلال متصدر، حتى هذه الدقيقة الأرقام تقول ذلك. الرائد يتقدم 1-0 والهلال 1-0، وبالتالي الهلال يتصدر بالدقائق، لكن حتى تنتهي مباراة الهلال وتنتهي مباراة الرائد إلى أن يبقى الهلال متصدرا لمباريات الغد، حينما ننتظر مواجهة الشباب بكرة إن شاء الله تعالى أمام هجر، يتحدد معها من ينهي الجولة العاشرة متقدما على الفرق، متقدما على الجميع في مرتبة الصدارة. كرة تعاد إلى أسامة هوساوي يرجع بالكرة لخالد شراحيلي وداها على طول للأمام بالرأس. يوسف العربي تدخل في صافرة أوفسايد، ضربة حرة غير مباشرة. يوسف العربي حينما كان يلعب في الليج كان يتألق
بالقمم أمام البي اس جي ومارسيل وليون، لكنه لا يقدم نفسه كهداف حاسم في قمم دوري زين، حيث أنه لم يسجل في قمتي لا الشباب ولا الأهلي رغم نجاحه في تسجيل 6 أهداف من 9 مباريات. وبالتالي الليلة أمام تحدي صعب لإثبات الوجود في مباراة قمة جديدة ثالثة تأتي أمام يوسف العربي ليثبت نفسه. عادل هرماش هو أثبت نفسه تهديفيا بالأرقام، لكن في القمة حتى الآن لا. عبد العزيز الدوسري مرور ممتاز، الكرة مرة ثانية للدوسري، تسديدة عدت الكرة إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. ضربة المرمى ملعوبة من خالد راضي، لاحظ الإعادة بالبطيء للكرة الماضية اللي مرت إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى، ثم المحاولة ملعوبة إلى بينو، بينو وصل الكرة عند مارسير، مارسير إلى الجهة اليمين إلى خالد الغامدي المتميز خالد الغامدي، واحد من الوجوه الجديدة في كرة القدم السعودية، لكن إثبات وجود بكل صراحة من خالد الغامدي من انضمام الفريق النصراوي، رغم أنه لم يبدأ مع النصر من بداية الدوري، بدأ متأخر مع النصر في الجولات اللي عقبت البداية، ومع ذلك استطاع أن ينسجم مع لاعبين النصر ويقدم أداء مميز. الكرة إلى محمد نامي مع الكرة على الجهة اليمين، ملعوبة عرضية وصلت إلى خالد راضي. الليلة نجوم كثيرة في أرضية الميدان، ولكن يجب أن يبصر الاتحاد الآسيوي النجوم في المدرجات. الجمهور في المدرجات موجود وبكثرة موجود، فمن ينصفنا ويعيد نصف المقعد المفقود. الاتحاد الآسيوي لا نحتاج إلى أن ينظر لنجومنا في الملعب في المدرجات. كرة إلى يوب يونغ سو في صافرة أوفسايد، ضربة حرة غير مباشرة. صافرة أوفسايد، ضربة حرة غير مباشرة إذا موجودة في صالح النصر. الضربة الحرة غير مباشرة عند يحيى عنتر يلعب كرة إلى الجهة اليمين. عنتر اللي حصل على الرقم 5 بطلب منه للإدارة النصراوية بحسب صحيفة الهداف في الجزائرية اللي وجهت له سؤال إذا ما كان خايف من التجربة في السعودية، فكان رد أن ما يخاف إلا من الله، وأكد أنه محترف لأكثر من 10 سنوات ويعرف ما يتعين عليه فعله، وبالتالي يقول أنه مرتاح إلى جانب النصر، ذلك في أول حضوره إلى جانب الفريق النصراوي. رمية جانبية عند عدنان فلاتة بالجهة اليسرى. عدنان فلاتة لاعب الرمية الجانبية إلى حسين عبد الغني إلى صافرة مخالفة على عادل هرماش. ضربة حرة مباشرة عند حسين عبد الغني. مارسير من يلعب الضربة الحرة مباشرة على طول إلى خالد الغامدي يخسر كرة إلى صافرة، مخالفة لمصلحة الهلال الآن على الجهة اليسار. ضربة حرة مباشرة في مصلحة الهلال على الجهة اليسار. هذه الإعادة بالبطيء، تدخل خالد الغامدي إلى جانب يوب يونغ سو، في الأخير تدخلت صافرة خليل جلال، أعطى المخالفة إلى صالح الهلال في وسط الملعب. عادل هرماش المتعادل للكرات الثابتة في هذه الأماكن للهلال. هرماش اللي يلعب كرة إلى الجهة اليسار، عادت الكرة مرة ثانية في وسط الملعب إلى خالد شراحيلي مع الكرة يبحث عن زميل. خالد شراحيلي يلعب كرة طويلة إلى الأمام إلى أحمد الفريدي امتصاص الكرة، كنترول من أحمد الفريدي إلى يوب يونغ سو تقدم ومرور، دخول إلى منطقة الجزاء. عمر هوساوي يمشط منطقة الجزاء النصر ويلغي الكرة الهلالية الماضية، يطلع الكرة إلى خارج أرض الملعب. إلى ركلة ركنية لمصلحة الهلال عند أحمد الفريدي. ضربة الزاوية من أحمد الفريدي ملعوبة في حدود منطقة الجزاء لمحمد الشلهوب إلى عادل هرماش، تسديدة ترتد من إخوان مارسيل، راحت على الجهة اليمين محمد الشلهوب في كرة ساقطة عرضية، إبعاد من الدفاع النصراوي للجهة اليسار إلى أحمد الفريدي عدى ما زالت الكرة مع ساقطة إلى منطقة الجزاء. إخوان مارسيل، تدخل أيضا من إخوان مارسيل. أحمد الفريدي يحاول في كرة يحصل على الكرة لخالد الغامدي لصافرة، مخالفة لصالح النصر عند حسين عبد الغني. ضربة حرة مباشرة في مصلحة النصر عند عبد الغني. إخوان مارسيل يذهب لتنفيذ الكرة. مارسيل شبيه فيرون بالنظر للتشابه باللوك، وأيضا لعبوا سويا في سوديانتس دي لا بلاتا
حينما كان يلعب إلى جانب فيرون في ستوديانتس نجم كرة القدم الأرجنتينية. هذه كرة ملعوبة في وسط الملعب إلى عبد العزيز الدوسري. مارسير أخذ الكرة إلى الجهة اليمين، محاولة ساقطة لمنطقة الجزاء. ريان بلال في كرة وصلت إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى عند خالد شراحيلي. كوستاس يخشى المباراة. جوستافو كوستاس اللي لعب مباراتين دوليتين إلى جانب التانجو، يلقب فيتيرانو بالإسبانية تعني الداهية نظرا لإنجازاته مع إلينسا ليما البيروفي وتحقيق ل8 بطولات إلى جانب إلينسا ليما. وجمهور النصر أحوج ما يكون لدهاءه هو في هذا المساء، خصوصا وأن الديربي له حسابات قد تحاصر كوستاس كما يحاصر اسم الأورجواني دا سيلفا الذي يقدم عمل كبير إلى جانب أرسنال ساراندي الأرجنتيني، واللي يتحدث عن جمهور النصر بين الفينة والأخرى. كرة اللعب إلى منطقة الجزاء مقطوعة، وصلت في صالح النصر بوسط الملعب إلى فلاتة. فلاتة أعطى الكرة لبينو. بينو تمريرة إلى الجهة اليمين إلى خالد الغامدي. الغامدي في تمريرة واصلة بوسط الملعب إلى بينو. بينو لعب كرة ساقطة إلى خالد الغامدي. الغامدي محاولة مرور، كرة مقطوعة لخارج أرض الملعب إلى ركلة ركنية. ضربة زاوية إذا موجودة إلى يسار خالد شراحيل. نتابع ضربة الزاوية الموجودة الآن لمصلحة النصر. الركلة الركنية النصراوي. يحيى عنتر متقدم. بينو يلعب كرة مقطوعة راحت إلى اليسار في صالح الهلال. انطلاقة بوسط الملعب، عودة من العربي إلى الخلف إلى عبد الله الزوري. عبد الله الزوري وتمريرة وصلت إلى محمد نامي. نامي كنترول صحيح على الكرة. محمد نامي ضغط عليه من 2 من لاعبين النصر. وصلت الكرة في وسط الميدان الآن لصالح عادل هرماش. هرماش يلعب كرة طويلة إلى محمد نامي. نامي في عرضية واصلة إلى يوب يونغ سو، يترك كرة لعبد العزيز الدوسري. هذه محاولة خطيرة إلى ضربة جزاء، إلى ضربة جزاء بعد تدخل خرافي من الخرافي الدوسري. ضربة جزاء لصالح الهلال تربك حسابات النصر. شوف الكرة من جديد، الدوسري والوقوع. شوف مرة ثانية الدوسري والتدخل من عدنان فلاتة، وبالتالي ضربة جزاء من خليل جلال وورقة صفراء لعدنان فلاتة. ضربة جزاء قد تعطي للهلال تقدم بهدف ثاني، قد تجعل الهلال يملأ سماء الرياض في هذا المساء، قد تصعب الأمور على النصر، قد تجعل الليلة عسيرة على الأصفر. ضربة جزاء موجودة عند محمد الشلهوب، من سجل من الكرة الثابتة من ضربة حرة مباشرة، الآن من كرة ثابتة لكن من نقطة جزاء بعد توغل من الداهية عبد العزيز الدوسري. حصل على ضربة جزاء عند محمد الشلهوب، عند محمد الشلهوب. الشلهوب عند ضربة الجزاء. جمهور الهلال كله شغل فلاشاته لمحمد الشلهوب. الشلهوب يتقدم، محمد الشلهوب يستاهل أن يكون نجم الليلة ونجم الفلاشات ونجم المباراة. محمد الشلهوب هدف ثاني للهلال. الهلال يملأ سماء الرياض، الهلال يتقدم بهدف ثاني من محمد الشلهوب. مباراة القصار الكبار. عبد العزيز الدوسري تسبب بضربة الجزاء ثم سجل القصير الآخر محمد الشلهوب ثاني أهدافه. مباراة القصار الكبار، الشلهوب والدوسري يضعون الهلال في هدف ثاني في نصف ساعة من شوط المباراة الأول، يصعبون الموقف على النصر. الكرة لحسين عبد الغني، وصل الكرة لخالد راضي طلع الكرة إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية. الرمية الجانبية ملعوبة. محمد نامي
نامي يلعب الكرة إلى عادل هرماشي، إلى نامي مرة ثانية، نامي يلعب الكرة إلى محمد الشلهوب، ثم لمحمد نامي للشلهوب، والشلهوب على الجهة اليمنى إلى محمد نامي، وصل داخل منطقة الجزاء إلى عرضية إبعاد أخيرا من الدفاع النصراوي. النصر بعد الهدف الأول حاول أن يسجل تعادل، لكن الهدف الثاني قد يسبب معاناة بسبب الارتباك اللي وضح مع الكرة الماضية، اللي تجلى مع الكرة الماضية. غوستافو كوستاس ما قلت أنه يحاصر جمهور النصر في حسابات الديربي ويحاصر بمسمى دا سيلفا. الآن ضربة الزاوية لمحمد الشلهوب، الشلهوب يلعب الركلة الركنية إلى منطقة الجزاء، إلى راسية مقطوعة، الراسية مقطوعة واصلة عند يوسف العربي رجع الكرة إلى عرضية الآن داخل منطقة الجزاء لصالح الهلال عند عادل هرماش، عدى هرماش، تسديدة من هرماش ترتد إلى خالد راضي وصل للكرة خالد راضي يلعب كرة طويلة إلى وسط الملعب تنقطع في صالح الهلال. عادل هرماش مخالفة، ضربة حرة مباشرة وبطاقة صفراء صريحة على عادل هرماش في تدخله مع مارسيل. شوف اللقطة مرة ثانية، ترك الكرة وأعاق أحمد عباس، وبالتالي ضربة حرة مباشرة وإشارة لورقة صفراء، إشارة لورقة صفراء على عادل هرماش بعد التدخل الماضي. وجمهور النصر يطالب أن يكون في ورقة حمراء باللقطة الماضية، يعني بحسب تعبير جمهور النصر أنه عادل هرماش ترك الكرة واتجه لضرب اللاعب بدون كرة، وبالتالي جمهور النصر يتوجه إلى أنها أقرب للبطاقة الحمراء، وخليل جلال يراها بطاقة صفراء. لكن يبقى التحليل بعد ذلك إذا كان خليل جلال على حق أو جمهور النصر على حق. القانون سينصف أحدهما. الكرة إلى خارج أرض الملعب على كل إلى ضربة مرمى، كرة إلى خارج أرض الملعب إلى ضربة مرمى. 20 مباراة فاز فيها الهلال على النصر على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في المقابل النصر فاز 14 مرة على الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد. آخر فوز نصراوي على هذا الملعب أمام الهلال كان في عام 98. منذ ذلك التاريخ النصر لا يفوز على الهلال في هذا الملعب. آخر مباراة جمعت الفريقين على هذا الميدان كانت بالتعادل الإيجابي 1-1 بهدفي سعد الحارثي وياسر القحطاني، نجوم تلك العماسي، أبرز الغائبين عن مباراة هذا المساء. الكرة اللعب إلى ريان بلال يأخذ الكرة، ريان بلال حاول يعدي، ريان بلال في محاولة مرور يسارع مع اثنين من لاعبين النصر ومن لاعبين الهلال، وكرة وصلت إلى مصلحة الهلال، إلى صافرة مخالفة الهلال، إلى صافرة ومخالفة في مصلحة الهلال عند خالد شراحيلي. دقيقة 33 في زمن شوط المباراة الأول أيها السادات والسادة، والهلال يتقدم بهدفين بدون مقابل. يعني والله أعلم يعني كيف تكون بقية اللحظات من مشوار المباراة. كرة اللعب سريعة إلى يوسف العربي يحصل على كرة تسديدة، خالد راضي على مرتين، خالد راضي جازف مع الكرة الماضية على مرتين. جمهور النصر ما بإمكانه أن يستحمل حتى هذه اللقطة يا راضي، حتى هذه اللقطة صعب أن يتحملها جمهور النصر. بعد الهدفين جمهور النصر لا يستحمل الزلة، لأنه يعني جمهور النصر يريد التعادل، فبالتالي أي زلة تحدث وإن لم يأتي منها هدف جمهور النصر لا يستحملها. أحمد عباس لأن صدمتين وطلقتين بالراس توجع. خالد شراحيلي ما زال يتألق أمام بينو، خالد شراحيلي لا زال يتألق أمام راجمة الصواريخ من لقب بذلك الأتراك. إحسان عبد الغني مع كرة ملعوبة إلى منطقة الجزاء إلى بينو حاول المرور، يرسل كرة وصلت إلى خارج أرض الملعب لضربة زاوية. أوضح مباراة لبينو هذه المباراة
وأوضح مباراة لعادل هرماش هي هذه المباراة. بينو يلعب كرة إلى منطقة الجزاء، ماجد المرشدي غطى الكرة، وصلت المحاولة إلى خالد جراحيلي، إلى راحتي خالد جراحيلي. جراحيلي يلعب كرة طويلة إلى أحمد الفريدي. جراحيلي اللي في الأيام الماضية أخذ وها ورد مع إدارة نادي الهلال في موضوع العقد. القيمة اللي رفضتها إدارة الهلال إذا الهلال فاز وكل شيء بعلم الله راح ياخذ أكثر منها، وإدارة الهلال بتعطيه شيك مفتوح في هذه المباراة اللي قدمها خالد جراحيلي. وما شاء الله يعني ما شاء الله عليه، وما شاء الله على بينو، رجمة صواريخ اللي يقدم تسديدات على التوالي. خالد جراحيلي ممكن يرفع سقف سعره إذا ما توفق في هذه المباراة. رمية جانبية ملعوبة إلى أحمد عباس. أحمد عباس أعد عباس، تقدم عباس، طلعت كورته لخارج أرض الملعب إلى ضربة زاوية، إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية في صالح النصر. ضربة الزاوية إلى يسار خالد جراحيلي. جمهور النصر يبحث عن هدف، ولو هدف على الأقل قبل نهاية الشوط الأول. وفلاتة راحت لخارج أرض الملعب، راحت إلى خارج أرض الملعب. فلاتة فلتت منها هذه المرة الكرة إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى. ضربة مرمى عند خالد جراحيلي، ضربة المرمى. خالد يلعب كرة لوسط الملعب إلى يوسف العربي. العربي عدت كرته إلى يوب يونغ سو. عدنان فلاتة يتابع الكرة مع خالد راضي. خالد راضي يحصل على الكرة في وضع كان صعب، وضع في مأزق عدنان فلاتة، لكن في الأخير الكرة طلعت إلى خارج أرض الملعب. والكوريين صعبين جدا في المساحات الصغيرة، تحركاتهم خفيفة في المساحات الصغيرة، مربكين. بالتالي يعني أربك خالد راضي عدنان فلاتة في إعادة الكرة الماضية. أحمد الفريدي، فريدي ياخذ كرة في تمريرة على طول إلى الجهة اليمين إلى محمد نامي. نامي عرضية ساقطة إلى اليسار. يوب يونغ سو في راسية إلى خارج أرض الملعب، راسية إلى خارج أرض الملعب، إلى ضربة مرمى عند خالد راضي. توماس دول الآن يرتاح بعد ما كان قلق طوال نصف ساعة من زمن شوط المباراة الأول، يرجع يرتاح، لكن كوستاس لا يرتاح. توماس دول عاشق الموضة الذي لم يسبق أن حقق نجاحات مهمة في مسيرة تدريبية، عدا أنه حقق ثورة على مستوى الأداء لهامبورغ الألماني. يحاول جاهدا تثبيت نفسه، والليلة هو في اختبار مهم والامتحان صعب جدا. ما زال يتقدم بهدفين دون مقابل. الكرة إلى محمد نامي. نامي يلعب كرة ساقطة إلى منطقة الجزاء لعبد العزيز الدوسري. الدوسري داخل المنطقة، محاولة مرور الكرة إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى في مصلحة النصر، لضربة مرمى في مصلحة النصر. ضربة المرمى عند خالد راضي. توماس دول عد يدرك أن سامي الجابر الآن يجهز نفسه كمدرب، وهو لمح لهذا الأمر أن الفترة القادمة يبحث عن دخول سلك التدريب أكثر من رغبته في الإدارة. بالتالي توماس دول عليه أن يؤمن مقعده من سامي الجابر. كرة اللعب للأمام إلى صالح النصر. ريان بلال أخذها صح لكن ما شاتها صح. الكرة راحت إلى خارج أرض الملعب، إلى خارج أرض الملعب. الوضعية أبدا ما تروق للنصراويين. يعني جمهور النصر من جاء ليشاطر جمهور الهلال مقاعد ملعب الأمير فيصل بن فهد ويقاسم المقاعد، يجد نفسه حتى الآن في الدقيقة 40 تقريبا من شوط المباراة الأول خاسر، لكن فريقه في عنده هجمات. مثلا هذه واحدة منها لبينو. بينو عدى مع الكرة، ما زالت مع بينو. بينو يحاول يرجع كرة، ما زالت الكرة معه. الكرة مع بينو لكن تأخر كثيرا فيها بينو، تأخر بشكل كبير بالغ فيها بينو. الكرة اللي راحت خلاص يعني ما جت معك الفرصة تشوتها يعني
كيفك زنقة على نفسك، مرر كورة لكن في الأخير يعني شوف تردد بشكل كبير. في الأخير أسامة هوساوي قطع الكرة الماضية وضيع الفرصة على بينو. مخالفة عند محمد رامي. لامي يلعب الكرة للأمام إلى أحمد الفريدي. الفريدي حاول يعدي عمر هوساوي غطى معه، ترجع الكرة للخلف إلى وسط الملعب. أسامة هوساوي كرات الثابتة يعني قتلت النصر والشلهوب. من قتل النصر بهدفين في شوط المباراة الأول من كرات ثابتة. العربي ما زالت مع الكرة يوسف العربي، يلعب الكرة إلى يوب يونغ سو. سو صوب كرة على الطاير لكن فيها اوفسايد، ضربة حرة غير مباشرة. شاهد ضربة حرة غير مباشرة. 5 دقائق الأخيرة على نهاية الشوط الأول من المباراة. اتفاق الرائد في نفس هذا المساء مواجهة بين الفريقين، في حين بكرة إن شاء الله الأهلي القادسية شباب هجر الفيصلي أمام التعاون. هذه 7 المواجهات اللي يستضيفها ملعب الأمير فيصل بن فهد الليلة، هي 7 المواجهات اللي يستضيفها الملعب، في المقابل هي 7 المباريات أيضا لخليل جلال في الدوري. عبد الله الزوري ياخذ كرة إلى محمد الشلهوب. الشلهوب تطلع كرته إلى خارج أرض الملعب إلى رمية جانبية. رمية جانبية، الكرة على الجهة اليمين. الرمية الجانبية لصالح النصر في الجهة اليمنى. مدرب النصر يطلب من لاعبين القيام لإجراء حركات الإحماء. لاعبين النصر إذن يجرون حركات الإحماء في هذه اللحظات بشكل كامل، استعداد لإجراء تبديل قد يكون مع بداية شوط المباراة الثاني. خالد الغامدي عدى أو حسين عبد الغني لعب كرة إلى منطقة الجزاء. بينو عليه ضغط، كرة ترجع بالراس إلى عبد الغني. عبد الغني مرر كرة إلى بينو. بينو محاولة مرور، بينو مع كرة ممتازة من بينو، وصلت إلى خارج أرض الملعب، وصلت لخارج أرض الملعب لضربة زاوية. ركلة ركنية في صالح النصر عند بينو لحسين عبد الغني. عبد الغني ياخذ كرة من الجهة اليسار، عرضية ملعوبة إلى منطقة الجزاء. خالد شراحيلي يحصل على الكرة. خالد شراحيلي ياخذ الكرة. شوط أول ممتع، شوط أول فيه هدفين للهلال بدون مقابل للنصر. النصر حتى الآن بدون أي هدف، ولو أنه سجل المحاولات لكنه لم يهز شباك الهلال. عادل هرماش ياخذ الكرة إلى اليسار، إلى تمرير على الجهة اليسرى. هذه اللقطة الماضية الأوفسايد اللي كان عليه يوب يونغ سو. اللقطة عند محمد الشلهوب يرجع إلى ماجد المرشدي لعب كرة وصلت في صالح الهلال عند يوب يونغ سو لمحمد الشلهوب تمريرة إلى يوسف العربي. عنتر يقطع الكرة، عنتر أخذ الكرة ومخالفة ضربة حرة مباشرة. أبناء الشمال الأفريقي والمغرب العربي، يوسف العربي ويحيى عنتر تنافس على الكرة الماضية إلى مخالفة جاءت عنده. عنتر يلعب الكرة لبينو، بينو يحصل على كرة ممتازة. أسامة هوساوي ضغط، وبينو يلعب كرة عرضية وصلت إلى خارج أرض الملعب لضربة مرمى. بينو ممتاز في هذه المباراة. بينو في يوم من الأيام كان محل اهتمام جوزيه مورينيو حينما لعب مع موناكو أمام الانترناسيونالي. فكر فيه في يوم من الأيام السيد جوزيه مورينيو، وكان أحد أطروحاته ولو أنه لم يضم فعليا إلى جانب الانتر. كرة اللعب إلى مخالفة في وسط الملعب. دقيقة واحدة مقدرة، وقت بدأ ضايع من السيد خليل جلال كما أشار لها السيد المرداسي. نلعب إذن في اللحظات الأخيرة والدقيقة الأخيرة من شوط المباراة الأول. عدا الوقت المقدر بدأ ضايع. مخالفة ملعوبة إلى مارسيل يلعب كرة إلى الجهة اليسار عند حسين عبد الغني مرور وعرضية مقطوعة إلى خارج أرض الملعب لرمية جانبية عند حسين عبد الغني عند الرمية الجانبية. تحركات لاعبين النصر داخل منطقة الجزاء. اللحظات الأخيرة لاعبين النصر يرغبون بالهدف،
قبل النهاية. الآن اللحظات الأخيرة من الشوط الأول وكرة اللعب للأمام وصلت عند خالد راضي. خلاص دقيقة واحدة فعلا مقدرة وقت بدل ضايع بعد نهاية 45 دقيقة الوقت الأصلي. أيها السادات والسادة جاء الإعلان عن دقيقة وقت بدل ضايع. كرة إلى يوسف العربي. العربي وصل لمنطقة الجزاء والتسديدة لخارج أرض الملعب. والتسديدة لخارج أرض الملعب. يستمر حضور العربي الأقل من المطلوب في مباريات القمم بدوري زين، ولو أنه تجلى في الليج في مباريات القمم. ثالث قمة لا يظهر فيها يوسف العربي في دوري زين. الكرة جاءت بالقدم اليمين من العربي إلى خارج أرض الملعب. مارسيل يلعب كرة إلى الأمام. مارسيل وصلت في صالح النصر عند خالد الغامدي. الثواني الأخيرة العد التنازل الأخير. النصر يحاول أن يكسب الثواني الأخيرة الآن في كرة واصلة داخل منطقة الجزاء إلى صافرة على اعتبار وجود لمسة يد وضربة حرة مباشرة موجودة لمصلحة الهلال في منطقة الجزاء. لمسة يد جاءت على أحمد عباس. معها أيها السادات والسادة مع المخالفة الماضية جاءت الصافرة من حكم المباراة السيد خليل جلال يعلن معها عن نهاية زمن شوط المباراة الأول بتقدم الهلال بهدفين دون مقابل. الهدفين جاء من محمد الشلهوب اللي سجل من الكرة الثابتة المخالفة، وبعد ذلك من ضربة جزاء استطاع أن يسجل الهدف الثاني. إذن أيها الأحباء أيها الأعزاء متابعينا الكرام استمتعنا حقا بكرة قدم